ازيك يا متابعين الكرام. ناس كتير بعتوا لي وقالوا لي ان هم بيعملوا البطاطس وبتبقى مش مقرمشه وبتبقى طعمها مش حلو. بصوا تابعوا معايا ان شاء الله هنعمل بطاطس، احلى بطاطس هتبقى مقرمشه من بره وطريه جدا من جوه. بصوا بقى الخطوات كالتالي. انا حاطه زيت، اهم حاجه الزيت اللي انتي هتحمري فيه البطاطس يكون نوعه حلو، يعني الزيت اللي احنا هنحمر فيه البطاطس يكون نوعه حلو. هعمل ايه بقى؟ في ناس كتير تيجي تحط البطاطس تلاقيها طرطشت وبهدلت الدنيا وغلبتك وطرطشت عليك وحرقتك وكده. تجنبا لكل ده فانا هعمل ايه؟ هروح حاطه معلقه ملح في قلب الزيت بتاعي. حلو كده يا ست الكل، حلو جميل زي اهو. وهروح مقلبه كده اهو. سامعني الصوت اهو كده خلاص. وهبتدي بالراحه خالص خالص خالص. انا غسلت يعني جبت البطاطس قشرتها وغسلتها كويس جدا وحطيت فيها ميه ساقعه ومعلقه خل بس. اكتر من كده ما حطيتش فيها حاجه تاني، لا بحط ملح بقى ولا اي حاجه اهو. ببتدي اصفي بالراحه كده واحط بصوا. لكن انت بتحطي ايدك تبقى لتحت زي ما انتوا شايفين كده. بصوا اهو، لا هتتحرقي ولا هتتلسي ولا اي حاجه اهو. بصوا وما نملاش الطاسه يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو، عشان تبقى براحتها اهو. ممكن نحط واحده كمان او اتنين كمان اهو. زيت عادي جدا لا هيلسعك ولا هيطفش ولا هيغرق الدنيا اهو عندي. بصوا زي الفل مفيش اي حاجه اهو. انما في ناس بقى تروح جايبه كده وحاطه على طول كده وكده. الميه مجرد ما بتنزل على الزيت لا قدر الله بتعمل حوادث كتير جدا وتلاقي طلع نار كده او حاجات كده. فتجنبا كانت اعمليها بالطريقه دي اهي كده. مش هنقلب فيها خالص خالص خالص. لمده قد ايه؟ نقول لمده 5 دقايق ونقلبها على الناحيه الثانيه. تابعوني لغايه لما تعدي ال5 دقايق. بصوا حبايبي خلاص اهو عدوا ال5 دقايق اهو. هبتدي اقلب البطاطس بتاعتي. انا مش هحمرها كتير، انا بس هقلبها على الوش التاني كده اهي زي ما انتم شايفين اهو. وهسيبها برضو 5 دقايق اهو. هسيبها برضو لمدة 5 دقايق وهرجع لكم تاني. حبايبي رجعت لكم تاني اهو. هبتدي ان انا اشيل البطاطس بتاعتي اهو. طبعا عندي صينية هروح حاطة عليها البطاطس بتاعتي وحاطة عليها مناديل ورق اهو اهو. اهم حاجة ان انتي لما تيجي يعني بصي تفرطيها كده ما تحطوهاش على بعض، لازم تبرد تماما اهو. تجيها كده وسيبيها لما تبرد خالص اهو بالمنظر ده. وبعدين عشان هنقليها مرة تانية. ده البطاطس علشان تبقى ناجحة معاكي وما تبقاش يعني في ناس تيجي تاكلها كده بس تلاقي طعمها مش حلو ومش مقرمشة. لا هي كده ان شاء الله هتطلع معاكي مقرمشة وحلوة جدا جدا اهو. حطيت بصي بحط اهو لا اتلسعت ولا طرطشت ولا حاجة. خليكي دايما كده ايدك لتحت اهو كده. وزي ما انا عملت في الخطوه الاولانيه هعمل برضه في الخطوه الثانيه. ولازم تبقى البطاطس مفرزينها كده اهو زي ما انتم شايفين اهو. هحطهم هنا على ورق مطبخ اهو. حطيته على صينيه ولازم تفرزيه كده ما تحطهاش كلها على بعض. اسيبها لما تبرد تماما خالص 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 وبعدين هبتدي ان انا احمرها تاني. واخلص الكميه وارجع لكم تاني. حبايبي هقليها بقى للمره الثانيه اهو. احطها في الزيت. طبعا شرط اساسي ان احنا زي ما قلت لكم ان احنا يعني نسيبها
تبرد خالص 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 خالص. اهو احطها عندي في الزيت اهو. بصوا البوتاجاز عندي زي الفل، ادي ظهر اهو، وادي البوتاجاز، وادي الحته اللي حوالين البوتاجاز. هحط الشفاط برضو، بصوا مطرطش زيت ولا اي حاجه، وحركه الملح اللي انا حطيتها اهو. وان شاء الله البطاطس برضو مش هتاخد مني وقت. سامعين صوت القرمشه؟ دي نتيجه ان انا قليتها للمره الثانيه. بصوا مش هتاخد وقت خالص معايا باذن الله اهو. ابتدت تحمر معايا زي ما انتم شايفين اهو. بصوا شكلها تحفه ازاي. بصوا ما شاء الله اهي. شايفين اللون عامل ازاي اهي. هي كده هتبقى مقرمشه معايا من بره ومن جوه ان شاء الله هتبقى طريه اهي. اعملوها بس بطريقه تكات وصفات دندونه، هتاكلوا احلى بطاطس محمره في الفرن. خلاص خلصت معايا. وممكن انكم انتوا يعني لما تبرد ممكن تعبوها في اكياس وتشيلوها، وفي اي وقت تبقوا تحمروها اهو. بصوا شكلها، بصوا شكلها لما طلعت اهي. خلاص خلصت، ما خدتش وقت. احنا بنحمرها على مرحلتين اهو. بصوا الجمال والحلاوه اهو. بعد ما بنخلص بنقفل طبعا المحبس بتاعنا، ودي البطاطس بتاعتنا اهي. بصوا سامعين بصوا لون. بس الاول هنحط عليها، انا احيانا بكتفي ان انا بحط عليها شويه ملح وشويه فلفل ابيض او فلفل اسمر وخلاص. لو انتوا عايزين تحطوا الخلطه بتاعتها، انا قبل كده نزلتها كذا مره. الخلطه دي عباره عن معلقه كمون، معلقه فلفل اسمر، معلقه كزبره، معلقه بابريكا، معلقه انا قلت كمون، معلقه توم باودر وبصل باودر. وبتقلبوا الخلطه الجميله دي كلها مع بعض كده. ولو عايزين تحطوا مثلا حبهان، حطوا مثلا معلقه ولا حاجه واهو. ومعلقه كاري، هيبقى كاري ومن كل حاجه معلقه كاري، كمون، فلفل اسمر، كزبره، توم باودر، بابريكا، ممكن تحطوا معلقه حبهان، معلقه توم باودر اهو. وبنقلب الكلام الجميل ده كله مع بعض اهو كده. وما تنسوش تحطوا فيها ملح. وهروح رش عليها كده اهو كده. خلاص خلصت معايا اهي. وبقت البطاطس بتاعتنا الجميله الحلوه دي. يا ريت لو عجبتكم الوصفه تقولي دعوه حلوه. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم. طب خلي بالكم سخنه من الحليبه. سامعين؟ وطريه. بصوا طريه ازاي، يعني من بره مقرمشه ومن جوه طريه جدا. بصوا هتعجب الولاد وهتعجبكم، حلوه قوي قوي قوي. بس لازم تعملوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها ديت. يا ريت لو عجبتكم الوصفه الجميله، وصفه البطاطس ديت. هي ما بتاخدش منكم وقت ولا اي حاجه، دعوه حلوه كده من القلب. وعايزين الفيديو ده يتشير لاكبر عدد ممكن عشان يبقى لك الاجر والثواب. ولو انتي لسه ما اشتركتيش يا ريت تشتركي معانا واسمع منكم احلى كومنتات. وانتظروني في فيديو جديد تكات وصفات دندونه. بحبكم في الله. باي باي.